بص يا غالي، لو انت قديم معانا في القناة فعايز اقولك ان وجودك منورنا. اما لو كنت جديد واول مرة تشوفني فعايز اعرفك اننا هنا بنتكلم عن المشاريع ومش بنتكلم بشكل عام. لا، احنا هنا بنمسك المشروع ونفصصه حتة حتة. وعلى فكرة احنا شرحنا مشاريع كتير لحد دلوقتي، زي مشروع السوبر ماركت وملابس الاطفال ومحل منظفات وورقيات ومحل عطور ومحل عطارة ومشروع الادوات المنزلية ومشروع اللانجيري ومشروع المكياجات والتجارة اونلاين ومحل ملابس ومشروع الشنط المطبوعة ومشروع مخبز العيش السياحي. كل ده غير اللي لسه جاي في السكة بإذن الله. هتلاقيني حاططهم لك في قائمة تشغيل واحدة عندي على القناة، وهسيب لك اللينك بتاعها في وصف الفيديو. تعالى بقى دلوقتي نروح لمشروع النهاردة، والمشروع ده هنشرحه بناء على طلبكم انت، وهو مشروع قطع غيار التوك توك والتروسيكل والمكن. طيب هنشرح المشروع ده ازاي؟ اقول لك هنشرحه بنفس الطريقة البسيطة بتاعتنا اللي بنتبعها في كل مشروع، وهي اني هجاوبك على اهم واكتر اسئله انت محتاج تعرف اجابتهم عشان تقدر تبدا في المشروع ده. والاسئله دي زي: واحد، ازاي اختار المحل وازاي اجهزه؟ اتنين، اجيب بضاعه من فين وبسعر كويس؟ تلاتة، ايه الاقسام اللي اقدر اشتغل فيها؟ اربعة، ازاي اسوق للمشروع عشان اعرف ابيع كويس؟ خمسة، هحتاج عماله قد ايه للمشروع ده؟ ستة، محتاج كام عشان ابدا في المشروع؟ سبعة، ايه النصايح والتريكات اللي محتاج اعرفها ولا غنى عنها عشان اعرف احقق ربح واتجنب الخساره؟ طيب قبل ما نروح لاجابه اول سؤال، عايز افكرك بحاجه مهمه قوي 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 قوي، وهي انك تدعمنا بلايك عشان نقدر نكمل ونستمر، واشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل الجديد والمفيد اللي بنقدمه لحد عندك وانت زي الباشا. وتعالى نروح لاول سؤال، وهو ازاي اختار المحل وازاي اجهزه. بص يا غالي، هقولك على كام نقطه لازم تاخد بالك منهم وانت بتختار المحل. اولا، لازم مساحه المحل ما تقلش عن 30 متر، وطبعا كل ما راس المال كان اكتر والاصناف والبضاعه بقوا كتير يبقى لازم ساعتها المساحه تكون اكبر من كده. تاني حاجه، لازم تهتم قوي بموضوع الموقع، يعني لازم المحل اللي هتختاره يكون على شارع رئيسي وفي منطقه شعبيه وفي وسط كثافه سكانيه وزحمه. ويا سلام بقى لو تبقى برنس وتعرف تجيب محل جنب موقف للتكاتك، لان زي ما انا وانت عارفين ان بتوع التكاتك دايما مستعجلين وهمهم على الزبون، فممكن يكون واحد منهم محتاج حاجه للتوك توك اللي معاه او حصلت له مشكله وعاوز يصلحها، بس غالبا يا بينسى يا بيكسل يا اما بيلاقي زبون في السكه، فده بيخليه ينشغل اكتر وينسى برضه. فانت بقى لو المحل بتاعك موجود جنب الموقف بتاعهم اللي هما موجودين فيه اغلب اليوم، فصدقني انت هتكون اول اختيار ليهم. طيب اخترنا المحل، تعالى بقى اقول لك على التجهيزات المطلوبه، ودي هتكون عباره عن ارفف عشان تحط عليها قطع الغيار الكبيره والمتوسطه في الحجم، وكمان لازم تعمل صناديق او ادراج لقطع الغيار الصغيره، لان في قطع غيار ما بينفعش تتحط على ارفف، بتبقى لازم تتخزن في دراج او صناديق. نروح للسؤال التاني، وهو اجيب بضاعة من فين بسعر كويس. بص يا غالي، في عندك 3 اماكن: سوق التوفيقية وشارع نجيب الريحاني وحلوان عند منطقة مجمع المدارس، بس كل الاماكن دي موجودة في القاهرة. طيب لو انت من محافظة تانية او لو انت جديد في الموضوع وهتجيب من اماكن تانية وخايف لا يضحك عليك في الاسعار، يبقى عندك حل من الاتنين، وهو يا اما تنزل الاماكن دي بنفسك كزيارة وتلف وتشوف بعينك وتقارن الاسعار وتاخد فكرة عنها، يا اما تبحث على النت عن تجار وشركات لبيع قطع غيار التوك توك والمكن وتدخل صفحاتهم وتحاول تفهم السيستم بيمشي ازاي والاسعار نظامها ايه. وانا يا عم هحاول ادور لك في الموضوع ده واجيب لك تجار جمله واجيب لك ارقام تليفوناتهم او صفحاتهم، وكل ده هتلاقيه موجود على قناه التليجرام الخاصه بينا، وهبقى اسيب لك اللينك بتاعها في الوصف واول تعليق. بس خلي بالك التجار دول انا هجيبهم لك عن طريق البحث والسؤال، فانت هتتواصل معاهم عشان تسأل وتفهم، لكن قرار الشراء منهم او من غيرهم ده بتاعك انت. نروح للسؤال الثالث، وهو ايه الاقسام او الخدمات اللي اقدر اشتغل فيها. بص يا غالي، تقدر تبيع قطع الغيار والاكسسوارات والكماليات، وقطع الغيار بتبقى زي العجل والمواتير والفوانيس والفرامل والتروس والجنط وقطع الغيار الداخليه للموتور، وعندك الاكسسوارات والكماليات زي الستيكر والسماعات والفرش والمرايات سواء الداخليه او الجانبيه والاعلام، وممكن كمان تجيب كومبروسر عشان تزود الاضاءات او بالبلدي كده عشان تنفخ الكاوتش، وكمان تقدر تزود معاك قسم الصيانه حتى لو انت مالكش فيها، تقدر تجيب فني يشتغل معاك في المكان، وده هينفعك قوي لان كل القطع اللي هيحتاجها هياخدها من المحل،
فده هينشط الدنيا اكتر عندك. نروح للسؤال الرابع، وهو ازاي اعرف اسوق للمشروع عشان ابيع اكتر واحقق ارباح كويسه. بص يا غالي، في اكتر من خطوه لازم تركز فيها عشان تسوق لمشروعك صح. اول خطوه لازم معاملتك تكون كويسه مع الزباين. تاني خطوه لازم ساعه الافتتاح تعمل لقطه حلوه للفت الانتباه. يعني ابسط الامور، هات سماعتين كبار بتوع دي جي وشويه اضاءه عشان الناس تعرف انك فتحت وان بقى في محل جديد في المنطقه. وكمان ممكن توزع ورق في المنطقه والمناطق اللي حواليك عشان تعرف اكبر عدد ممكن من الناس انك فتحت. تالت خطوه ودي لازم تركز فيها وتفهمها كويس. بص يا غالي، انت في المشروع ده بتتعامل مع سواقين التكاتك والتروسيكلات واغلبهم بيحب المنظره قوي، فخليك باشا وفكر بره الصندوق. يعني ممكن تعمل استيكرات باشكال حلوه قوي ويكون عليها بيانات المحل بتاعك وتديها كهديه للسواقين يلزقوها على التكاتك بتاعتهم، او ممكن تعمل استيكر عادي جدا باين ان هو اعلان للمحل بتاعك. خلي السواق يلزقه على التوك توك بتاعه بشرط انك تعمل له خصم على حاجه هو واخدها منك، وهكذا. كمان ممكن تتفق مع السواقين ان اي حد هيجيب لك زبون جديد في بيعه كبيره مثلا زي عمره موتور كامله، ان انت ساعتها هترضيه بنسبه مثلا، وهكذا. انت في المشروع ده بالاخص هتتعامل مع اكتر ناس يعرفوا بعض، فحاول بقدر الامكان تستغل النقطه دي صح. نروح للسؤال الخامس، وهو هنحتاج عماله قد ايه للمشروع ده. بص، الاجابه على السؤال ده بتختلف على حسب هل انت هتبدا براس مال كبير والمحل هيكون كبير، فساعتها هتحتاج عماله معاك في المحل. اما لو هيكون المحل صغير او متوسط فالمشروع هيكون محتاج فرد واحد اللي هو حضرتك غالبا. اما بقى لو هتدخل معاك قسم الصيانه فعلى الاقل هتحتاج فني صيانه وهتحتاج معاه مساعد. نروح للسؤال السادس، وهو محتاج كام عشان اقدر ابدا. بص يا غالي، تقريبا كده اقل مبلغ تقدر تبدا بيه وهو من 150 الف جنيه ل 200 ألف جنيه. وقبل ما تتخض من الرقم وتسيب الفيديو وتطلع، خليني أقول لك إنك لو عايز تفهم أنا ليه قلت المبلغ ده، يبقى تابع معايا إجابة السؤال السابع والأخير، وهو إيه النصايح والتريكات اللي محتاج أعرفها وأركز فيها عشان أعرف أحقق ربح وأتجنب الخسارة. بص يا غالي، كتير منكم ممكن يكون سمع من حد تاني إنه يقدر يبدأ بمبلغ أقل بكتير من اللي أنا قلت عليه، زي 20,000 أو 50,000 مثلا. بس صدقني، وده عن طريق سؤالي والتواصل بتاعي مع الناس شغالة في المجال فعلا، ده مش هيخليك تاكل عيش. حد هيسألني ليه؟ هقول لك إن 20 أو 50,000 جنيه هيخلوك تشتغل في المحروقات زي سلك الدبرياش أو ورق الدبرياش أو سلك الفرامل وشوية حاجات خفيفة. وطبعا ده لأن البضاعة سعرها زاد قوي، وكمان رأس المال اللي أنت بادئ بيه قليل هو كمان. طب وبناء عليه كل ما حد هيجي يسألك على حاجة في الأغلب هيلاقي مش موجودة، فتلقائي هيروح يجيبها من بره. واللي هيجي مرتين تلاتة يسأل على حاجة ومش هيلاقيها مش هيفكر يجي لك تاني. فدي كانت أول نقطة، حاول تبدأ برأس مال محترم يشغلك ويعمل لك تشكيلة حلوة في المحل عشان تعرف تطلع مكسب آخر الشهر يعيشك ويخليك مرتاح للمشروع. نروح لتاني نقطة، حاول إنك ما تشتغلش في مستوى واحد بس. وتعالى فهمك، أنا هنا أقصد إن السوق فيه 3 مستويات للبضاعة: الشعبي والمتوسط والمستورد. فما تروحش أنت بقى تقول لي أصل أنا هشتغل في الشعبي بس عشان ابيع ارخص وابيع اكتر. لا طبعا، ده ما ينفعش، لان هيجيلك حد بيحب يشتري الحاجه الكويسه والغاليه في سبيل انه بيركب الحاجه وبينساها على كده، مش بيحب يجيب حاجه رخيصه وكل شويه يحتاج يغيرها. فده لو اتعامل معاك والحاجه باظت بسرعه، فاول لما تيجي سيرتك قدامه اول حاجه هيقولها عنك انك شغال في المضروب، وده اكتر حاجه ممكن تضرك. زائد انك كده هتكون خسرت اكتر من عميل، سواء اللي اشترى منك او اللي سمع عنك ان حاجتك مضروبه. طيب لو انت قلت خلاص انا هشتغل في الغالي والمستورد بس، فده هيضرك اكتر، لان كده في زباين كتير لما يجي يسالوا على حاجه هم عايزينها ويسمع سعرها هياخد بعضه ويمشي. طيب في واحد مش فاهم قوي ممكن يشتري ويمشي، وبعد ما يركب الحاجه يسال على سعرها بره فيلاقيها ارخص بكتير، فساعتها ممكن يطلع عليك سمعه انك حرامي ومفتري وبتبيع الحاجه غاليه قوي. وده لان في زباين كتير مش فاهمه. وفعلا وهيفهم ازاي اما يكون المستوى الواحد فيه اكتر من شركه في كل قطعه. طيب ايه احسن حل لكل الموضوع ده؟ بص، لازم تبدا براس مال محترم تخليك قادر تنزل بتشكيله كويسه عندك في المحل، وكمان تقدر تشتغل في اكتر من مستوى. يعني تقدر تشتغل في الشعبي والاصلي والمستورد وغيره، عشان الزبون بيحب يكون مخير. بمعنى يجي الزبون يسالك على حاجه تقول له والله انا عندي منها نوعين او 3، فيه الشعبي بكذا وفيه المعقول المتوسط بكذا
وفي الاصلي او المستورد بكذا، وهو بقى براحته يختار اللي يعجبه. عشان لو اختار الحاجه الرخيصه ومطولتش معاه وجي يكلمك هتقول له والله يا باشا انا خيرتك وانت اللي اخترت. اتمنى تكون فهمتني في النقطه دي. طيب نروح للنقطه الثالثه، وهي انك وانت لسه في البدايه وارد انك تنسى صنف وما تجيبهوش، او تكون فتحت وفي صنف مش موجود. ما ينفعش يجي زبون يسال عليه وتقول له مش موجود او انا ما بشتغلش فيه، ساعتها ممكن يفكر انه ما يجيش عندك تاني. فانسب حل ترد وتقول له كان عندي ولسه خلصان، وسجله في صفحه النواقص. واي حاجه انت ما جبتهاش او جبتها وخلصت وفي ناس بتسال عليها يبقى لازم تجيبها في اقرب وقت وما تكسلش. طيب لو انت اتفرجت على الحلقه كلها وحسيت ان المشروع ده مش مناسب معاك، هقول لك روح شوف قائمه المشاريع دي واختار لك واحد منهم وابدا فيه. ما تنساش بقى تدعمنا بلايك واشتراك في القناه، واستنى فيديوهات جايه احسن بكتير. سلام.